أهلا بيكم في نودي وأسم. أنا نودي وأنا أسم. هنعمل معاكم كيك من الكيكات المحببة جدا لقلبي لأنها ساحرة بجد. لو مش بتحبوا الكيك ده هتخليكم تحبوه. بنضيف لها بقى صوص الزبدة وهو ساخن، فبتدي طعم رهيب للكيك بصراحة. والميزة بقى إنها بتتاكل وهي سخنة، بتبقى حاجة غرام لا تقاوم، وبعد ما تبرد بتبقى مش عارفة هي كيك ولا قطعة بسبوسة. بجد كيكة حكاية، ريحتها وطعمها هي وغرقانة بالزبدة ملوش حل. أول حاجة هنجهز قالب الكيك، لازم نبطنه كويس وخاصة في الكيك بتاعنا ده علشان نضمن إنه ما يلزقش معانا لما نحط صوص الزبدة على الكيك. فضروري بقى نبطنه كويس بأي مادة دهنية، وأنا بفضل الزبدة وعليها رشة من الدقيق، وبعد كده نتخلص من الدقيق الزيادة. أول حاجة معانا في المكونات 300 جرام من دقيق الكيك، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح. هنضيف المكونات ونقلبهم مع بعض بالمضرب علشان ده بيعمل تهوية للمكونات الجافة. وقبل ما نعاير الدقيق لازم ننخله كويس عشان ده بيساعدنا على التهوية أكتر. تاني خطوة معانا 250 جرام من السكر و226 جرام من الزبدة، وتكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. وبما إننا في الشتاء ممكن ندفيها في الميكروويف أو الفرن علشان تطرى معانا وما تغلبناش أثناء الخفق. هنضيف الزبدة وعليها السكر ونخفق لحد ما لون الزبدة يفتح معانا من 3 ل5 دقايق. نبتدي بسرعة هادية أول دقيقة، وبعدها بنكمل على سرعة عالية. وننزل الأجناب ونقلب اللي تحت فوق علشان نضمن إن السكر والزبدة اتخفقوا مع بعض كويس. كده وصلنا للمرحلة اللي احنا عايزينها. هنبتدي نضيف البيض واحدة بعد واحدة، وهنستخدم 3 حبات من البيض ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. وما ننساش نضيف الفانيليا، ونقشط بالمعلقة الخليط علشان نحرك الجزء اللي تحت ويختلط كويس، ونخفق لمدة دقيقة. هنبتدي بقى نضيف الدقيق واللبن بالتناوب. نبتدي تلت كمية الدقيق وبعدها نص كمية اللبن، ونقلب بالسباتولا من تحت لفوق. بعدين التلت التاني من الدقيق، والنص التاني من كمية اللبن، وبعدها آخر تلت من الدقيق. آخر حاجة وعلى سرعة هادية هنخفق الخليط بالمضرب لمدة 30 ثانية، يعني نص دقيقة، علشان أضمن إن الدقيق اختلط كويس. نضيف الخليط في القالب، نساوي الخليط ونضغط كويس علشان أضمن إنه ما عنديش فراغات أو هوا داخل الكيك. هنخبزها في الفرن على 170 لحد ما تاخد لون حلو، ولما ندخل الخلة نلاقيها استوت. ده شكلها بعد ما خرجت. بقلبها وهي سخنة علشان أحررها من القالب وأتأكد إنها مش لازقة، وبعدين هرجعها القالب مرة تانية.
أول ما تخرج مباشرة بنجهز صوص الزبدة. معانا 70 جرام من الزبدة، 60 ملي من المية، و150 جرام من السكر. هنضيف كل المكونات في إناء واحد ونسيبهم يغلوا على نار لمدة دقيقتين على نار وسط لحد ما يتقل الصوص معانا شوية. ده شكله النهائي. نضيف نص معلقة صغيرة من الفانيليا ونضيف الصوص وهو سخن على الكيك، والكيك بتكون لسه سخنة برضو. بنستنى 10 دقايق مش أكتر من كده بعد ما حطينا الصوص، وبعدها بنقلب الكيك من القالب وتطلع معانا بالشكل ده. هنقطعها في الحال، بتبقى طرية وجوسي ودايبة كده، بجد رهيبة ملهاش حل. وده شكلها تاني يوم بعد ما بردت تماما، بتبقى هشة وخفيفة وناعمة جدا. يلا بقى قوموا جربوها في الجو الشتوي الحلو ده مع فنجان قهوة. الله على المتعة. وما تنسوش تدعولي. لو أول مرة تشوفونا فعلوا الجرس عشان يوصلوا بكل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. مستنيين في وصفة جديدة مع نودي وأسماء، وبالهنا على قلوبكم.